الرحيم هتكلم مع حضراتكم في موضوع دور المحامي في القضايا الجنائية. طبعا دور المحامي في القضايا الجنائية دور مهم جدا، لأن زي ما احنا عارفين القضايا الجنائية مش هنقول قضايا معقدة، ولكن هنقول إن هي تحتاج إلى محامي متميز في القانون الجنائي. القضايا الجنائية تحتاج إلى بحث ومعرفة وعلم، وتحتاج أيضا القضايا الجنائية إلى التدقيق في كل كلمة، سواء بدءا من مرحلة يعني دور المحامي في القضايا الجنائية بدءا من مرحلة التحقيقات وحتى أثناء المحاكمة. للمحامي دور مهم جدا في القضايا الجنائية، لأن القضايا الجنائية تحتاج إلى أهمية وبحث وعلم ومعرفة بالقانون الجنائي. وإن طبعا المحامي بيهتم بكل القضايا، ولكن القضايا الجنائية بتحتاج إلى بذل مجهود وتحتاج إلى بذل عناية. المحامي طبعا بدءا من مرحلة تحيات النيابة وأثناء المحاكمة. طبعا للمرافعة دور مهم جدا. المرافعة فن، المرافعة في القضايا الجنائية، تقديم المستندات إلى المحكمة، ده كله مهم جدا في القضايا الجنائية، لأن زي ما أنا بقول بتحتاج من المحامي بذل عناية تفوق القضايا الأخرى. هو أهمية القضايا كلها المحامي طبعا بيهتم بيها، ولكن القضايا الجنائية تحتاج، لأن زي قضايا القتل طبعا، قضايا المخدرات وما شابه هذه القضايا، كل القضايا الجنائية تحتاج إلى بذل عناية، بذل مجهود. المرافعة زي ما أنا قلت لحضراتكم، المرافعة فن، تقديم المستندات للمحكمة، وده طبعا عشان المحامي يضمن محاكمة عادلة لموكله. فدور المحامي في القضايا الجنائية لا، دور مهم جدا بدءا من مرحلة التحقيقات وأثناء المحاكمة، حتى يضمن لموكله المحاكمة العادلة. لأن زي ما أنا قلت إن القضايا الجنائية أو القانون الجنائي فن، ربما مستند، أو إن المحامي يستشهد أو يستند إلى مستند قوي جدا في القضية، يغير القضية كاملة. فالمحامي طبعا زائد ان المحامي دور عظيم جدا في عمله وفي رسالته، لان رسالة المحاماة رسالة عظيمة ومهنة راقية جدا، وهي امانة. ولذلك دايما المحامين كلهم بيأدوا الرسالة على اكمل وجه. ولذلك أنا بقول دايما إن المحامي دوره مهم جدا في القضايا الجنائية، حتى يضمن لموكله محاكمة عادلة، ربما يستند إلى مستند قوي جدا أمام المحكمة. فن المرافعة في القضايا الجنائية، المرافعة في القضايا الجنائية فن وإبداع. ولذلك دايما دور المحامي في القضايا الجنائية دور مهم جدا ومهم للغاية. وتحياتي لحضراتكم جميعا.